السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم باذنجان محشي في الفرن او الدنجال معمر، كيجي لذيذ بزاف بحشوه رائعه جدا. كنتمنى انكم تتبعوا تفاصيل الفيديو من الاول الى الاخير. ولتحضير هذه الوصفه غادي نحتاج الباذنجان، غناخذ 3 حبات قطعتها الى نصفين، ثم غادي ناخذ السكين وغادي نعمل فتحة في الوسط بهذا الشكل اللي غتلاحظوا. غادي نستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل هذه الكمية اللي عندي. بالنسبة للكمية كتبقى على حسب افراد الاسرة. غادي ناخذ المول وغادي ندهنه بالزيت النباتية، ثم غادي نوضع فيه الباذنجان. يمكن لكم كذلك توضعوا في الصينية او اي حاجة متوفرة عندكم. من بعد ما كنوضع الباذنجان في المول غادي نرش بقليل من الابزار والقليل من الملح، ثم غادي نضيف زيت نباتية وغادي ندخلو للفرن حتى كيطيب. غادي نوجد الحشوة في نفس الوقت. غادي نذكر المكونات في المقله فوق النار. غادي نضيف زيت نباتية ما يعادل ملعقة كبيرة، ثم غنضيف نصف حبة من البصل مقطعة صغيرة، نصف حبة من الفلفل الأحمر والأخضر مقطعين قطع صغيرة. غادي نشحل الكل فوق نار متوسطة. من بعد ما كتشحر هاد المكونات غادي نحركها، ثم غادي نضيف الكفتة او اللحم المفروم. بالنسبة للكمية كتبقى اختيارية على حسب الافراد الاسرة. كنضغط عليها باش كتفردت وما تبقاش مجموعة. ثم غادي نضيف القزبر والمعدنوس مفرومين، ثم غنضيف الملح على حسب الذوق، ملعقة صغيرة من التحميرة ورأس ملعقة صغيرة من اسكنجبير، رأس ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الخرقوم. ثم غادي نضيف القليل من الابزار اللي هو الفلفل الاسود، ثم غادي نخلط جميع المكونات وغادي نخلي الحشوة تطيب على نار متوسطة ونكملوا باقي المراحل ان شاء الله. قبل ما نطفي النار على الحشوة غادي نضيف ملعقتين صغيرتين من مركز الطماطم. هذا هو الشكل الباذنجان. من بعد ما خرجته من الفرن غادي نمعكو شويه بالشوكه كما غتلاحظوا. بهذه الطريقه كيجي لذيذ بزاف. ثم غادي نوضع الحشوه بكميه متساويه في وسط الباذنجان. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الحشوه اللي عندي. من بعد ما عمرت الباذنجان غادي نضيف الجبن الاحمر، يمكن لكم كذلك تضيفوا الموتزاريلا. في الاخير غادي نضيف قليل من الزعتر وغادي ندخل الباذنجان لفرن ساخن حتى كيذوب الجبن.
هذا هو الشكل النهائي ديال الباذنجان، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. يمكن لكم تحضروه كوجبة غداء او عشاء. الى اللقاء، الى الوصفة المقبلة ان شاء الله.